الغريب أن تجتمع دول بعينها تحت يافطة مكافحة الإرهاب والتطرف، وهي في الآن ذاته مصدر وممول رئيسي له. أمام ذلك لا نجد القلم باستطاعته أن يضفي تغييرا واضحا، والأعين السلطوية ذوي النفوذ والهيمنة تتجه فقط إلى كيفية استعباد الشعوب والحد من تطلعها للحرية والانفتاح. فتدمير الحياة وإعادة توزيع الجماعات الهاربة وتوطينها عبر تغيير الخرائط ينعكس ذلك برمته على منظومة القيم الأخلاقية، بل وتكاد تنقلها للهاوية والضياع. فجراء التشويه الحاصل في الحروب الأهلية والصراع مع النظم المستبدة، نجد تضخم الآثار السلبية على المجتمع بكافة شرائحه. فحين نتأمل مجريات القصف على القرى المتآخمة للجبال والمقاتلين، ونجد إبادة مجموعة من الناس، وذلك ما يمكن اعتباره تجسيدا لهول الحدث. إن وحشية السلطة وإرهاب الدولة التركية يعد الوبال الحقيقي من أي إرهاب يمكن الحديث عنه على صعيد جماعة أو تنظيم معين، نظرا أنه ما من دول قادرة على أن توسمه بالإرهاب أو تقاطعه حينما يكون بينها علاقات اقتصادية منفعية تجيز لها فعل ما تريد. هل ما هو جلي في المثال التركي من محاولته إبادة الشعب الكردستاني عبر التاريخ، وكذلك إبادة الأرمن والكلدان والآشوريين أيام السلطنة العثمانية. إننا نجد تاريخا دمويا متجذرا وممتدا للعيان في هذا الحاضر، يشرعنه صمت الدول الزاعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلى هذا المنوال يمكن فهم الازدواجية الدولية، وكذلك مواكبة الوجع لشعوب تحاول أبدا الترفع عن آلامها عبر الصمود والمقاومة. لا يمكن للمعرفيين أن يقفوا على الحياد في رؤيتهم للنفاق الدولي والجشع الوحشي الذي يقتلع الأخضر واليابس. إنهم يسعون عبر العلوم والآداب الإنسانية والفنون إلى تعرية المصطفين إلى جانب التدمير لأجل الربح، وينشدون الخير والحق والجمال في بيئات تسحق فيها الطفولة تحت وطأة القصف، ويسحق الحب تحت وطأة العادات أو التشويه الإعلامي له. إنما عظمة الصراع من جودة المنجز، فما الحضارات والآثار إلا شاهدا على مواهب المعرفيين في الوجود. فعلى الرغم من هذا الضغط الكبير في تحويلهم لضحايا أو جعلهم مجرمين، إلا دليلا على قوتهم وقدرتهم على استعادة الريادة الحضارية في بيئاتهم المنكوبة أو التي لا حيز إيجابي في تدعيم معارفهم. وحدتهم ضمان لإعادة الحضارة وانتصارها على قيم التوحش والاحتكار الأعمى. يرتكبون المجازر والأفعال الوحشية لإخماد صوت المعرفيين المنتصرين لوجودهم ولغتهم وثقافتهم أمام موجات الصهر وتكميم الأفواه والقمع المستمر بوسائل التدجين التقليدي والمشحون بماهية وجوده من إرث المتدينين في استعباد الشعوب المرهقة. إن انتشار الخرافات والأدوات الدينية في بيئات العزلة والتهميش بيان على رغبة السلطة القامعة في تجهيل الجماهير للحد من مطالبتها بحقوقها وحرياتها وإدخالها في دوامة الغشاوة والسبات العميق. لطالما كان الصراع حول فكرة فصل المعرفيين عن رجالات السلطة شاقا وعصيبا، فإنه من الممكن أن يكون
ثمة محافل مستقلة تستطيع إلزام السلطويين على ضرورة عدم استنزاف المعرفيين أو تدجينهم. في زمن استطاع المفكر المبدع أن يقوم بإيصال صوته وفكره ومواهبه للناس، إلا أن هذا الرهان ما زال محفوفا بالضبابية، فالسلطة تستطيع مع مرور الحقب أن تنتج أدواتها القمعية في لجم الإبداع في تخطي أو تجاوز حرم السلطة، ولا سيما أن الإعلام يؤدي هذه الوظيفة بمهارة فائقة، وهو قادر على تجزئة الإنسانية في البكاء على مجزرة حدثت هناك، في حين يستطيع غض الطرف عن مجزرة حدثت بجواره، حيث بات الإنسان قيد التصدير والاستيراد، وظل لزاما على السلطات أن تبدل أقنعتها وتستعير أوجها مغايرة تماما لحقيقتها متى تشاء ذلك. فغايات الاستبداد السياسي كامنة في بعث الخوف والتقسيم الاجتماعي بين جمهور يعتد بخطاب السلطة التي تسوق مثالا الأمجاد القومية، وبضرورة الحذر من المكونات الخارجة عن الحالة القوموية تلك بوصفها خطرا على الوطن. هذا ما سوقه الخطاب القومي العربي في وصف المكونات غير العربية بالعميلة والساعية أبدا للنيل من الأحلام الوحدوية، وكذلك الاتصال بأعداء البلاد بغية تقسيمها، كما الخطاب التركي العنصري الذي اعتبر كل الشعوب التي تعيش في تركيا باعتبارها شعبا تركيا واحدا، عدا تلك النظرة الدونية لها باعتبار تلك الشعوب عبارة عن مستتركين ولا يتمتعون بنقاوة العرق، خلاف التركي النقي عرقيا. وكذلك الخطاب الفارسي الذي يعتبر كل الشعوب التي تعيش في إيران على أنها شعب فارسي واحد. فأمام هذا التراث الإيديولوجي القائم على الكراهية والتقسيم الروحي بين الشعوب، نجد أن الحروب والتناقضات قائمة وتنمو باستمرار، وأمام هياجها تحاول العلوم الإنسانية أن تشغل وظيفة المصلح الخجول، وفيما لا شك فيه فإن الخطاب الديني المذهبي الطابع استطاع أن يحقق بدوره ريعا كبيرا في الفوضى والدمار. وأمام هذا الاقتتال المرعب لا نجد دورا للغة التنويرية في قدرتها أو تأثيرها أمام تفشي سرطان الإسلام السياسي القومي، والذي يوقدان الحروب والخلافات بواسطة السلطات الباحثة عن مصالحها فوق جماجم الأبرياء. إن ذلك يصب في عداء تاريخي أزلي مع الحضارة وقيم الإنسان المعرفي الصانع في الوجود، حيث الإرادة الجلية في مجابهة قوى الموت والظلام هو المرتكز الكبير لإعادة النهضة إلى سابق عهدها، نهضة الموجود المبدع والذي ظل على طول مراحل تطوره التاريخية يجسد قوام وشكل الإله على الأرض. وقد مثل الإنسان المعرفي في وجوده على قيم تغني الابتكار وتعطيه بالغ الأثر، تجسد ذلك في محاربة أطماع الغازين وردعهم من خلال ترسيخ الصمود ومقاومة الأنانية الوحشية التي ابتلعت الجمال وظلت تحارب نهضة البناء في كل ركن من أركان الوجود القائمة على التماسك الإبداعي في إطار وجود رحب. لهذا نمعن في استنباط القيم الجمالية، إذ أن الأساليب المعبأة باللغة وحدها قادرة على إيجاد مكان لها في الوجود المتشعب، ونعني هنا الإبداع المعرفي ودوره في تشييد علوم الإنسان وآدابه. فصناعة الفن تقف بالضرورة بمواجهة صناعة الخوف والتضليل، بمعنى أنها تسهم في تكوين وعي بديل عن التشتت والقهر الذي تعيشه الفئات المنكوبة ممن تعاني ضراوة الحرب والاغتراب والفقر. لهذا وجب التعريف بالعالم البديل
المنطلق من الفن والأسلوب، ودوره في تكوين الوعي الجمعي بطريقة أفضل، حيث تسليط الضوء على الحب والتشبث بالجذور في كردستان بمواجهة مد الكراهية والإبادة هو دليل حي على ضراوة الصراع بين قوى المعرفة وصناع الخوف، وعلى المدى القريب سينجلي في صوره البارزة كأحد أعمدة صناعة الحرية والحياة الجديدة القائمة على إحياء القيم والأفكار ومواجهة مفاهيم وعوائد السلطات الفاشية، والتي تتخذ الخطاب الديني السياسي وسيلة لتهويم الرأي الجماهيري والتلاعب به. إن عزل وخنق المجتمعات وتكبيلها بالخرافة والوهم والجهل هو بمعنى قطع صلاتها مع الحضارة وفهم الحاضر. إن سعي القوى المضادة في مواجهة تحدي السلطة القامعة يمثل دور المعرفيين في مواجهة تلك العزلة الخانقة ومعرفة سبل تجاوز هذا العقم الفكري الذي سببه الخوف. إن سلوك الفكر الفلسفي التنويري مسلك العمل ومحاولة السعي للتغيير وفرضه بمختلف السبل هو جهد معرفي جلي لمواجهة السهر والاغتراب، ويدخل في موج الصراع الكبير القديم والمتجدد أبدا. ويتضاعف الاغتراب ويضعف التماسك الاجتماعي بتحول الخوف لحقنة يمكن تذويب الصرخات في ظلالها وجعل الجماهير بلا ألسنة ووعي لتطالب برفع المظالم عنها. ونظرا لحالات الإبادة الثقافية والإيديولوجية التي تفرضها المنظومة الشمولية بوجهها الفاشي، فإن التفكك الاجتماعي يشهد تحولات تعتبر الأسوأ في التاريخ، ليتم استهلاكها واستنزافها بخطابات تدعو للحرب وزيادة التنافر بين مكوناتها، إذ يتم استخدامهم كدروع بشرية أو كوقود لحرب داخلية وخارجية على حد سواء. إن الحرب التي يشنها السلطويون على الكرد لكونهم كردا ويتكلمون بلغتهم ويعيشون على أرضهم هو بمثابة جينوسايد متداول عبر التاريخ، يضاعف الشعور بالظلم والقهر ويوغر من إحساس الكراهية التي يذهب ضحيتها شعوب هذا الشرق إثر التشوه الذي فرضته عليهم أنظمتهم. وهم على هذه الصورة الراهنة مطالبون بأن تكون أجسادهم وعقولهم أدوات بيد هذه المنظومة لاستمرار هذه الحرب دون هوادة، حيث يصبح هم السلطوي القوموي شراء الذمم وزيادة الأنصار ممن يتخذونهم أوثانا مقدسة لهذه المعارك العبثية. ونجد النزوع للانقسام والتنازع بمثابة غريزة متجددة بين شعوب الشرق الأوسط امتدادا للشرق الأدنى والأقصى برمته، إلى أن تسليطنا النظر حول الشرق الأوسط هو بمثابة العين الأكثر تجسيدا، فالأزمات التي فيه معقدة وشائكة، ولا سيما أن رابع أقدم قومية تعيش ضمنه مجزأة بين 4 دول. إن بقاء كردستان مجزأة يفرض على المنطقة لا استقرارا طويل الأمد، ناهيك عن النزاعات المذهبية المستعرة هنا وهناك، وكذلك عجز الخطاب القومي السلطوي عن إيجاد مخرجات له، وإفلاسه المزمن والذي يدفع بمستقبل الشعوب إلى الهاوية.